السلام عليكم. بدنا نعمل مع بعض القطر الصح اللي تضلكم محتفظين فيه وتستعملوه في وصفاتكم في رمضان ان شاء الله. الان كل كوبين من السكر بدهم كوب من المية، يعني السكر ضعف المية، فعندي 4 كوب بضيف لهم 2 كوب من المية. بضيف المية وبشغل النار وبعملش اي حاجة، ما بحركوش. طبعا استخدام الكوب اللي هو الكوب المعياري. هيك مجرد ما صار يغلي وداب كل السكر بضيف عليه نص معلقة صغيرة من ملح الليمون أو حامض الليمون. طبعا ممكن تضيفوا عصير ليمون بس هيك بيقعد معاكم وقت أطول بحامض الليمون. كل 2 كوب سكر بدهم ربع معلقة صغيرة حامض ليمون. أنا حضيف لأني ضفت 4 سكر فحضيف نص معلقة صغيرة من حامض أو ملح الليمون. بحسب له من بعد الغليان من 7 دقائق ل 10 دقائق ماكسيمم، مش اكتر من هيك، لانه بعد ما يبرد كمان حيتقل معاكم اكتر. الان اذا انتم بدكم القطر خفيف بتخلوا المدة اقل، تقريبا 5 دقائق. واي ريم اللي هي الرغوة هذه بتلاقوها موجودة، حاولوا انكم تتخلصوا منها ترفعوها. ممكن تضيفوا منكهات زي ما بتحبوا، ماء زهر ماء ورد في نهاية القطر، لما تطفوا عليه بتضيفوا المنكهات اللي انتم بتحبوها اذا بتحبوا. هيك القطر مر عليه 8 دقايق، خلص بطفي النار عليه وبتركه يبرد تماما.